بيرن. الو. الو، ازيك يا هند؟ ازي اخبارك؟ الله يسلمك، ازيك يا محمود؟ عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله. ان شاء الله باذن الله هعدي عليك النهارده انا وزوجتي ان شاء الله، نقعد معاكم شويه. تنوروا يا اخويا، تعالى. الله يخليك يا حبيبتي. ربنا يخليك يا اخويا، بالسلامه. يلا مع السلامه. مع السلامه. ما ناقصك انت كمان تفتحي. هعمل ايه؟ مفيش حاجه في التلاجة ولا في حاجه في البيت كله، واخويا ومراته جايين دلوقتي. انا هعمل ايه يا رب؟ يا هند، مالك يا جمال؟ في ايه؟ برضه ما لقيتش شغل يعني. وانا مش عارفه انا هعمل ايه. اخويا محمود اتصل وقال ان هو جاي هو ومراته، وانت عارف مفيش حاجه في البيت. طب الحمد لله، انا معايا في جيبي 5 جنيه. تمام، انزل اجيب علبة عصير وانت شوفي لنا كوبايتين وزوديهم ميه. طيب ماشي. طب انا هروح اجيب العصير. ماشي. تمام، وانت عامله ايه يا هند؟ الحمد لله يا جمال. منور يا ريحان. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا هقوم اجيب لكم حاجه تشربوها. طب يا حبيبتي هنتعبك معانا. ما تقلقش، يلا. ايوه، ودي اللي بقى لاخويا مش هيتكلم. ودي بقى لريهام، ودي للحاج، ودي اللي بقى لاخويا مش هيتكلم. انت تمام؟ ماشي. الله يخليك. اتفضلي يا ريهام. ماشي. انا عارفاك بتحب ستيفن. طيب لسه فاكره؟ خد انت البرتقال وهات السفن عشان البرتقال بيتعب لي معدتي. معلش انا عندي برد وشربت منها، فانا هجيب لك واحده من جوه سفن. هجيب عندي. الله يعينك يا اختي، للدرجه دي حالتك اتدهورت؟ ده من اخوكي جبت لي ميه، لكن حماية المصيبه اللي بره ده هجيب له ايه؟ اتصرف ازاي دلوقتي؟ ايه ده؟ ايه اللي اتكسر؟ معلش يا جماعه والله الكوبايه اتكسرت، الازازه اتكسرت. انا هطلع اروح اشتري لك واحده غيرها. خلاص ما انت طالع مفيش داعي خلاص. انت ازاي تاخد وقتك يا عم؟ والله لا يا عم تاخد وقتك يا عم. والله مش قادر اقوم عشان ظهري وجعني خلاص بقى. خلاص والله خلاص. يا عم اروح اجيب لا والله خلاص ما تعبش نفسك ملوش لزوم. لا حول ولا قوه. طب يا جماعه هنستاذن بقى ونشوفكم على خير ان شاء الله. ليه رايح فين يا معقول؟ ما تخليك قاعد شويه الله معانا. يخليك، الله يبارك فيك. سلام عليكم، ما تخليكوا قاعدين شويه منورين. جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير. مع السلامة يا جماعة. مع السلامة يا هند. بقى تعالي اقعدي شوية. حاضر. ان شاء الله. وما تنسيش تشيلي الازاز اللي اتكسر بتاع السفن. دايما عامل ايه؟ خلاص وانا عشان بقى هعدي عليك. دايما عامل ايه؟ تمام؟
هجيلك انا مرة تانية. يا كوثر ايوه يا دكتور. دخلي لي المريض اللي بعد كده. حاضر. اتفضلي يا مدام. اتفضل. ازيك يا دكتور؟ تمام. اتفضل. ازيك؟ ايه خير ان شاء الله. والله يا دكتور امبارح وقعت على رجلي دي وانا نازله التانية التحتيه. طول الليل بقى مش عارفه انام. حصل ورم؟ انا عندي الجزء ده كده وارم كله تحت. ايوه. طب وانت جايه رجلك ما لفتش كده ولا كده وانت جايه؟ مش قادره امشي عليها، ده انا يعني نازله يا دوب بالعربيه قدام العياده بتاعت حضرتك، مش قادره. يعني وانا نازله اصلا على السلم مش قادره اتحرك. اتفضلي. مش قادره يا دكتور. اتفضلي اتفضلي. هذا اللي من هذه كده وعندي. ايوه. تمام كده. ايوه. معلش. يا دكتور بالراحه وجعاني. في ألم؟ ايوه يا دكتور وجعاني. وكده؟ وجعاني برضه. طيب تعالي لي هنا. اتفضل. بصي هعمل لك هتروحي تعملي لي اشعه رنين مغناطيسي، اوكي، واشعه عاديه وتجيني، اوكي. دلوقتي؟ لا ده هي تاخد وقت معاكي. اكلتي ايه امبارح؟ فول وطعميه. واتغديتي ايه النهارده؟ برضه فول وطعميه. هتعمل اشعه تمام وتجيلي اول ما تخلص. يلا مع السلامه. شكرا. مع السلامه. سهير دخلي لي المريض. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله تمام يا دكتور. الحمد لله يا ريس. ايه بتشكي من ايه؟ والله تعبان قوي، رجلي وقعت عليها وركبي بتوجعني قوي. في حصل ورم بعد ما وقعت؟ يا دكتور. طيب الكلام ده من قد ايه؟ من حوالي 5-6 ايام كده يا دكتور. طيب بعد ما وقعت والألم حصل رجلك لفت وانت ماشي؟ لفت حوالين النفس. طيب تعالى كده بقى اشوف رجلك. اتفضل. رجليك الناحية نعم كده. اتفضل. ايوه. ارفع رجلك. ايوه كده. استنى. لحظة. دكتور. لحظة. يا دكتور. لحظة. بتوجعني قوي يا دكتور، بتوجعني قوي. اي. طيب تعالى. اكتب معايا. يا دكتور. انت اسمك ايه؟ اسمي حسن يا دكتور. حسن. شوف يا حسن، انا عايزك تعمل لي اشعه، تمام؟ PCR، اسمها PCR تمام، وتعمل لي اشعه رنين مغناطيسي، تمام؟ واشعه عاديه. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. وبعد ما تخلص الاشعاعات ديت تبقى تجيني. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. هو انت اتغديت ايه النهارده؟ انا اكلت فرخه مشويه ونص كيلو كفته. ما شاء الله. قلت الم العظميتين بقى يا دكتور في الجرح ده. ما شاء الله. طيب هتروح بقى تعملهم لي في المختبر. تمام يا دكتور. تمام الحاجات ديت، او تشوف بقى ايه المكان اللي هو بتاع تعمل فيه الرنين المغناطيسي وتجيبها لي وتيجي. تمام يا اوكي. دكتور. تمام يا دكتور. طيب اتفضل. شكرا يا دكتور. مع السلامه. مع السلامه. يا كوثر. ايوه يا دكتور. دخلي لي المريض اللي بعد كده. ايوه اتفضل. يا استاذ مصطفى تشكي من ايه؟ انا ظهري تعبني قوي يا دكتور. ظهري ومفاصل رجلي
وجعاني وايدي، يعني انا تعبان خالص. ايوه، ايه اللي وقعت عليه بالظبط؟ وانا شغال اتزحلقت على بلاطه، ايوه نزلت على ظهري كله بالعمود الفقري بكل. ايوه. فمن ساعتها بصراحه مش قادر امشي، تعبان قوي. طيب تعالى لي كده على المكان ده هنا، اكشف عليك كده شوف. ماشي اتفضل. نام لي هنا. بس ايوه نام لي على بطنك. على بطني. بالراحه. انا ظهري يا الله. في ألم هنا؟ ها؟ ايوه هنا؟ ايوه. طيب هنا؟ لا الحته اللي بتوجعنا يا دكتور. طيب قوم. قوم. استريح يا زميلي. شوف يا استاذ مصطفى، ايوه. هتعمل لي اشعه رنين مغناطيسي. تنويم مغناطيسي. رنين مغناطيسي. رنين. ايوه، اشعه عاديه على الظهر، وتجيلي اول ما تخلص الاشعه. خلاص تمام. دي غاليه يا دكتور؟ لا مش عشان بس ظروفي تعبانه وانا شغال اصلا. هو انت اتغديت النهارده؟ اكلت الصبح، فطرت فول وطعميه، وفي الغدا عملوا لي بصار. طيب تمام، بالهنا والشفا يا عم. الله يخليك يا دكتور. طيب خد الاشعه ديت وتعملها لي وتجيلي. ماشي يا دكتور. يلا. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. السلام عليكم يا دكتور. اهلا. ازيك يا دكتور؟ اهلا، ازيك يا استاذ حسن؟ اتفضل. انا عملت حضرتك الاشعاعات اهي يا دكتور. اتفضل استريح. عاوز الاشعه؟ عملت الاشعاع يا طب دكتور. كويس. وديتها عند دكاتره مغلولين يا دكتور. انت عارف بقى، معلش كانك اتغديت يعني. والله كل حاجه بقت غاليه يا دكتور في البلد دي. يلا خير ان شاء الله. زي ما خير يا دكتور. زي ما توقعت تمام. خير. عندك رباط صليبي، فدي محتاجه عمليه، والحمد لله انا قاطع، يعني قاطع مش قطع كامل، قطع جزئي. فان شاء الله باذن الله في عمليه نعملها لك. تمام. بسيطه يعني. فانت بس هتطلع للممرضه بره، هتدي لك موعد بالعمليه، ويوم العمليه تجيني الصبح الساعه 8 وتكون صايم. تمام يا دكتور. تمام. طب العمليه دي بتتكلم ايه يا دكتور؟ والله هو انت اتغديت النهارده؟ انا برضو يعني صراحه جبت 2 كيلو سمك من اللي هو الجمبري دوت، وقعدت اسلم حاجات كده والله. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا. مع السلامه. شكرا يا دكتور. تنساش تستنى الموعد وتيجي صايم. باذن الله يا دكتور. شكرا. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. ادخل. ازيك يا دكتور؟ اهلا. عامل ايه؟ عامله ايه دلوقتي؟ تمام. اتفضل. انا عملتها لك مستعجله بقى، طلعت بعديها زي ما توقعت تمام. ايه بقى؟ عندك رباط صليبي، في قطع كامل، الرباط زي الوقعه كانت جامده. فديت لازم تحتاج عمليه. لا والنبي بخاف من العمليات. لا بسيطه. دلوقتي هتطلعي عند مدام كوثر، هتديلك موعد للعمليه. تمام. وتجيني في اليوم ده بدري الساعه 8 وتجيني صايمه. يا دكتور يعني عمليه هتفتح لي رجلي وكده؟ حاجه بسيطه يعني. انت اتغديتي بقى النهارده؟ فول وطعميه. طيب يا ستي، امتى حضرتك قلت اجيلك؟ اتفضل. هي هتديلك الموعد. ماشي يا دكتور. شكرا. يلا. شكرا يا دكتور. مع السلامه. متشكره جدا. مع السلامه. باي باي. مع السلامه. مع السلامه. حضرتك في سؤال محيرني كده يا دكتور. اتفضل. انت ليه كل مريض بيخش لحضرتك يعني بتساله انت اكلت ايه او اتغديت النهارده؟ لان من خلال معرفتي باكل ايه بقدر احدد قيمه العمليه.
ولاد الكلب. هاتوا العربية. الله يسامحك يا سعادة المدير، اختارها الفنان والمبدع دائما المدرب رياضة حمدي أحمد سلامة عنوانا لمسرحيته الفكاهية التي ألفها وأخرجها، وهي من بطولته ومشاركة كل من المبدعين المساعد أحمد السريحي والمساعد فيصل الكعبي والأليف محمد الأشخري والأليف صالح الهاشمي. فلنستمتع بمشاهدة المسرحية. صالح امس طرشت لك صورة بشوفها، طرشتها حق فلان ولا؟ لا مش زين صبر الحين كلمني برد اطرش لك اياها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكسام استاذ اكسام. كيف حالكم يا شباب؟ احسن عنك يا استاذ. النهارده اقول لكم دلوقتي كل سنة وانتم طيبين. طيب. بمناسبة عيد الاتحاد، وعايزكم كده تيجي فيكم روح الاتحاد وتجتهدوا شوية عشان دروسكم كده تنجحوا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. عيد الاتحاد يعني بركة على الامارات كلها، فانا عايز البركة دي تحل عليكم. فاهمني؟ زين استاذ خلاص خير ان شاء الله. فاهم؟ فاهمين ان شاء الله. يا ساتر. ان شاء الله تكون اليوم افضل واحسن. احسن منك استاذ. احسن مني؟ نعم. والله الاتحاد ظاهر اثره عليكم. ان شاء الله امين يا رب تكون دايما على احسن مني. ان شاء الله تكون احسن، وانا عايزكم تكونوا احسن مني. انتوا عارفين انتوا لو بقيتوا احسن مني انا اشكر ربنا سبحانه وتعالى. السؤال اليوم مخبرنا عندنا امتحان. الامتحان ان شاء الله باذن الله. انا جاي الامتحان وحاطط الامتحان بس انتوا مش شايفين. ليه بقى؟ لان اكيد انتوا جايين وقاعدين تلعبوا وانا متاكد. اتفضل يا سيدي. هذا الامتحان اهو، وحاولوا الاوراق وان شاء الله تخلي بالكم كويس وتجيبوا درجات كويسه. وعايزكم كده بقى تنتبهوا وتحلوا كده. ها؟ استاذ نعم يا اخي قبل لا يبدا الامتحان قلنا نكته استاذ عن الصعايده استاذ عشان يعني نحل صح. انا بقول يا ابني روح الاتحاد تقول لي نكته في المدرسه. خير استاذ عشان نتحمس حق الامتحان. كيف تحمس طالب؟ لازم شويه. ايه ده؟ هي الدراسه بقت عشان اوزع ورق الامتحان اقول نكته؟ استاذ دخيلك والله عشان بس نستانس نحل. تبغى نحل ولا قول نكته ونحل باي ب100. تجيب 100؟ اي ب100 بس قول لي. بس هل انا واثق يعني انت هتفهم النكته؟ انا ان شاء الله راح افهمها، بس اذا قلت نكته ضحكتني انا مستعد اني اي ب100. ما هي حاجه من الاثنين، لو انت ما ضحكتش يبقى انت ما بتفهمهاش. لا ان شاء الله بفهم ان شاء الله. اما لو ضحكت يبقى انت فهمت. اما لو ما ضحكتش وقعدت تعمل لي كده يبقى انت ما فهمتش. زي الدروس اللي بتنجل اشرحها. زين استاذ قلنا النكته وخلاص، انت شوف ان شاء الله نبيض وجهك ان شاء الله. طب تعالى هشرحها لك، انت اللي زيك اشرحوا لي النكته. تعالى يا حبيبي تعال. اقف لي هنا اهو. ايش فيها شرح نتبعه؟ والله اصل انا خايف لو قلتها مش هتفهمها. انت حسنين، انت مين؟ حسنين. وانت ايه؟ محمدين. محمدين. يبقى انت مين؟ حسنين. وانت؟ محمدين. ايوه. حسنين ومحمدين دول ناس دخلوا الجيش اللي هو الدفاع. حلو؟ دخلوا ايه؟ الدفاع يا ابني، دخلوا الدفاع. ها؟ ده نكته يا ابني. دخلوا ايه؟ الدفاع. الحمد لله. دخلوا ايه؟ دفاع. ايوه. قعدوا 6 شهور يتدربوا تدريبات عسكريه وفك سلاح وربط سلاح، فاهم انت؟ ويتدربوا رياضه خلصوا التدريب. خلصوا ايه؟ تدريب اللي هو بتاع ايه؟ ال6 شهور. بتاع ايه؟ جيش. 6 شهور التدريب. حلو؟ حلو. المهم الضابط جه يعرف بس منهم هل هم استفادوا ولا لا، فبيقول له فماسك البندقيه حسنين ومحمدين ماسك البندقيه بتاعته كده.
فجه الضابط بيقول له يا محمدين يا حسنين شو اللي على يدك؟ شو اللي انت شايله في ايدك؟ قال له بندقية يا فندم. قال له لا يا حسنين هاي مش بندقية، هاي عرضك، هاي شرفك، هاي حرمتك. قال له حاضر يا فندم. وقف كده. فراح لحسنين بقى لمحمدين بيقول له يا محمدين ها محمدين شو اللي عليك؟ شو اللي تشيله بيدك؟ راح قال له ايه بقى؟ حرمة حسنين يا فندم. يا استاذ والله انك مسخره. بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ والله انك سكره يا استاذ، سكره. انت قلت سكره؟ سكره. طب يلا بقى ونشارككم زي البقر كده. شو؟ بقول زي القمر. اتفضل بقى وزع الورق وحل. يلا يا حبيبي اديك عايز اشوف بقى الدرجات اللي 100% دي. والله يا استاذ ما شاء الله مبين الامتحان وايد سهل. يا رب الحمد لله شد حيلك. انا وعدتك ايه ب 100 ان شاء الله. ان شاء الله امين يا رب العالمين. استاذ نعم. ايه يا محمد؟ استاذ يا السؤال هذا مش فاهم منه يا اخي السؤال الاول. شو السؤال؟ شو يقول السؤال؟ اقرا كويس يا حبيبي. هو السؤال يقول يا استاذ مش ماخذينها في الماده السؤال. ما شاء الله عليك اللي يشوفك يقول ان انت حافظ الماده كلها. قول يا حبيبي السؤال ايه بيقول ايه؟ السؤال يقول يا استاذ تكلم عن حديقه الامساك. انت قلت ايه؟ استاذ السؤال بيقول تكلم عن حديقة الامساك. مكتوب عندك حديقة الامساك؟ ايه استاذ يعني انا بكذب عليك يعني مكتوب في الورق. قرا السؤال. حديقة وامساك. انت ما دخلتش الحمام من امتى؟ والله يمكن من اسبوع يا استاذ. من اسبوع؟ عشان كده اختلطت عليك الامور. الحديقة بقت حديقة والاسماك بقت الامساك. لا يا حبيبي ابقى ادخل الحمام قبل ما تيجي. خلاص؟ يلا حل يا حبيبي. حديقة ايوه حل يا حبيبي. حل. حديقة يعني حديقة. حديقة من الحزقان. حل يا حبيبي حل. حل. هو انا يا ابني اصحح دلوقتي؟ حل يا حبيبي ده امتحان. هو انتوا عايز تتفتح نفسك نكته وبص لي؟ هو ايه نفسكم ما تتفتحش الا بالغش؟ قول ايه السؤال؟ اكتب في بر الوالدين. ايه؟ اكتب في بر الوالدين. نكتب في بر الوالدين؟ ما نكتب في شواطئ الوالدين ولا نكتب في صحاري الوالدين؟ ما تقرا عني كويس. بر الوالدين ايه؟ اسمها بر الوالدين. حلو. شوف الاجابه صح ولا غلط بس يا ابني كتب في ايه اللي انت كاتبه بقى؟ ايه ده؟ بر الوالدين لغايه اخر الصفحه؟ هو ده؟ بس؟ ليش الجواب شويه؟ يا ابني انت كاتب لي بر الوالدين بس؟ يعني ازيد شويه في الجواب بس؟ هو انت كتبت حاجه يا ابني عشان تزيد؟ انت مش كاتب غير بر الوالدين. استاذ عشان نبر الوالدين لازم نجلس فيهم نبر فيهم لغايه لين ما نشبعهم بربره. بربره نبر فيهم؟ ده لو ابوك سمع الكلام ده هيقول لك مش عايز بر خالص. بربره تجلس تبر فيهم لغايه ما توصل. ايه حلاوتي؟ الله يفتح عليك يا شيخ. حل يا حبيبي حل. انا مش عارف مين اللي بلاني بيك والله ما عارف. الله يسامحك يا سعاده المدير. استاذ يعني صح الاجابه؟
غلط يا حبيبي. ليش استاذ؟ يا ابني حل. شاط. مدرس يا اخي ما يعرف. نحن بنعرف نحل امتحان. ايوه يا اخويا ما اعرف. حل انت. حل. حل وبطل كلام انت اهو. يا ريتكم شاطرين في الدراسه زي ما انتم شاطرين في المسخره اللي انتم عاملينها دي. استاذ انا خلصنا استاذ. خلصت؟ سك يا ولد. هو اللي انتوا كتبتوه ده حل؟ تفضل استاذ. اذا كان ده حل يبقى عمركم ما هتنجحوا وافضل متبلي بيكم لطول العمر لغايه ما اروح مستشفى المجانين. كيفك عاد؟ زي مدرس اللغه الانجليزيه وزي مدرس اللغه العربيه بتاع ده الرياضيات. كيفك عاد؟ خلوني اكلم نفسي. يا ساتر ايه ده؟ ايه يا ابني انت هو؟ يا ابني ده انتوا بتاخدوا السنه في 4 سنين. خلينا نبدا بقى الدرس الجديد احسن. النهارده بقى زي كل يوم من 4 شهور في نفس الدرس. هنشرح درس في اللغه العربيه اسمه درس مصطلح كان واخواتها. استاذ. نعم يا حبيبي. كان واخواتها؟ ايوه يا حبيبي. متى بناخذ عماتها وخالاتها استاذ؟ عمت ايه وخالت ايه يا ابني؟ انا داخل ايه يا ابني ده؟ ده لو سمعوك يفكروا ايه بدرسكم وانا ايه؟ استاذ عمة وخالة كان يا استاذ عشان ناخذ بقية العائلة يعني بعد. تعرف نخلص بسرعة يعني. عشان نخلص الدرس بسرعة ناخد عمتها وخالتها. وكان بقى ليها عمة وخال. ما شاء الله. هي كان ليها عمة وخالة وانا ما ادري. ما تيجي يلا نروح نزورهم بقى بالمرة ونروح بقى نجيب لهم طبق ورد وكده. يا ثبت العقل بالراس يا رب. كان بقى لها دلوقتي. يا ابني كان اخواتها دي قاعدة نحوية. ايش استاذ هم كذا ماتوا؟ يا ابني هي بس كانوا اخواتها بس. يا حبيبي. وهم رايحين عمان وجايين عملوا حادثة اهلها ماتوا. ما فاضلش غير كان واخواتها. ارتحتوا؟ ودلوقتي بقى حرام لوحدي ومن غير لا حد ولا محتاج. ارتحتوا دلوقتي؟ مرتاحين استاذ مرتاحين. طيب. يا ابني دي قاعدة نحوية. استاذ ايه؟ قاعدة بحرية؟ يا ابني انا رايح احارب. قاعدة بحرية؟ الله يسامحك يا سعادة المدير. الظاهر ترقيتها هتكون على مستشفى المجانين. الله يخليكم شوية كده خلوني حتى اقول حاجة في الدرس اللي من 4 شهور مش عارف اكمله. يا ساتر. ركزوا بقى معايا شوية كده بقى عشان ننتبه للدرس كويس. هو ده التركيز؟ استاذ ركز شوي ركز معك شوي. هو التركيز بقى موديل جديد كده؟ ولازم اقف زي الاهبل كده؟ امال لما تدخل الحمام بتعمل ايه لما انت بتركز كده؟ والله العظيم انا متاكد ان نهايتي زي نهايه اللي قبلي المدرس اللي قبلي والمدرس الثاني الانجليزي والعربي. اذا كان ده التركيز تبقى مصيبه. يعني امشي واكلم انتوا يرضيكم ان انا اقعد امشي واكلم نفسي المدرس الانجليزي؟ كيفك يا استاذ كيفك؟ ما حاجه من الاثنين، يا انتوا مجانين يا انا مجنون. عشان اقول لواحد ركز معايا اعمل كده تبقى مصيبه. الله يسامحك يا سعاده المدير. اخرج. انزل 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 انزل. الله يخرب بيتي شغلك. استاهل. ما انتوا عصبتوني. اعوذ بالله عودت اللي بتعملوا لنا شياطين. استاذ اسفين بس انت خبطت الطاوله. ما انتوا عصبتني يا اخي. اقول لك ركزت تطلع على الطاوله. بس نظارتك استاذ.
طب يلا طلع الكتب عشان نبدا الدرس. طلع الكتب. غنام تدرس فين الكتب؟ لا استاذ. يا ابني نويت تجنون النهارده ولا ايه؟ صحابي مسلطكم عليا. دي كتب؟ يا ابني ده انا على ايام الكتب كل الواحد ظهره بيتقطم منها، محتاج حمال يشيل، جايب لي ايه ده؟ دي كتب؟ على كده الواحد يقدر يشيل بقى كتب السنوات كلها ابتدائيه واعداديه وجامعه يشيلها في ايده. الله يخرب بيت عقولكم واللي جنب عقولكم. ايه ده؟ يا ساتر! ليه؟ هو ده عمل رجيم وانا ما ادري؟ ها؟ عمل رجيم وانا ما ادري؟ لا يا استاذ ترى حط في الغسيل وصغر. ايه؟ مش كار حطيته بالغسيل وصغر. يعني كان كبير لما اتحط بالغسيل صغر. طب ليش ما كونتش؟ كنت كونت. ترجعه تاني مكانه. خلاص انكمش انكمش استاذ. استحالة والله يكونوا انتم ولا بعدين. والله حرام. تقول لك انتوا ما عندكوش ولا انتوا ما عندكوش حد خافوا عليه؟ خافوا علي؟ حرام عليكم والله. اتفضل ايه استوى سيبكم المسخره دي، واخر مره جاب لي بتاع المسخره بتاعتك دي، وجيبوا الكتب بتاعتكم. ان شاء الله استاذ. لما دي الكتب امال البرشام يبقى ايه؟ استاذ شو يعني برشام؟ ايه يا اخويا؟ شو يعني برشام؟ يا سلام، ما تعرفش البرشام وانت كل سنه بيمسكوك ملغم براشيم وعمال تسقط بسبب البرشام؟ ها؟ ده انت على طول ساقط بسبب البرشام. انا متاكد لو ادوك كتب برضه هتسقط. انت عارف ليش؟ لانك ما بتذاكرش. دفلت علينا يا اخي. هنبدا دلوقتي الدرس وخلي بالكم معايا. ايوه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه؟ نحضر معانا؟ تحضر معانا؟ وين انت مهددني؟ ايه اللي شايله ده؟ ده طير؟ ما انا عارف انه طير. بس ده مكانه في المدرسة؟ هذا مكانه في الجنص، في الصيد، في البر، مش مكانه في الفصل وفي المدرسة. آخر مرة تجيب البتاع ده مرة تانية، وأنصحك يا حبيبي إن الدراسة ما فيهاش تعليق بالطير، لأنك لو علقت بالطير الواحد الطالب محتاج 24 ساعة على ال 24 ساعة اللي موجودين عشان يبقى طالب ممتاز وطالب كويس وتوصل الكلية اللي أنت تباها. مش جايب لي الطير جاي هنا في المدرسة وفي الصيف ابقى مارس الطير ومارس هواية، أي هواية تانية، ولما تكبر وتخلص جامعتك ابقى مارس الطير زي ما أنت عايز. أما تمارسه دلوقتي وجاي جايبهولي اللي بتاع، اتفضل لو سمحت اطلع بره. يلا اتفضل. ايه غصب اهو؟ عصابة؟ احنا في مدرسة احنا؟ خليه يحضر استاذ. انا نسلم على الطير. ما انت مش عايز يحضر عشان نعملها فوضى. اتفضل. اتفضل بره. اتفضل بره لو سمحت. انت عليك. اتفضل لو سمحت. اتفضل بره. مش عايز ولا يا المصيب. هو انا احسب يا خرابي شايف طير ودور هم ناقصين. يعني واحد من دول لما يشوفك بتعمل كده ابص على واحد جايب لي البعير ومعاه دول في الصف. ناقصينك انت كمان. طب ده لما يجوع بياكل سندوتش في الفسحه. طب لو الطير جاع يوكله واحد من التلاميذ؟ ايه ده؟ شايف كراويل وحبايب عماله شغاله كتير وانت جاي تصطادهم؟ استغفر الله العظيم. مدرسه احنا ولا ايه بالظبط؟ مش عارف والله. شوف يا ابني انت وهو. استغفر الله العظيم يا رب.
دلوقتي شوفوا وخلي بالكم معايا وشوفوا اقول ايه. ايه في ايه؟ استاذ انت قلت بنشوف. نشوف؟ نشوف. يا ابني ده انا فكرت في ضب ولا في عقرب ولا في طب عندك طب شو يا ابني، انا بقول شوفوا يعني انتبهوا معاك. طر ايه وزفت ايه؟ انا مدرس اللغه العربيه. حاجة نفسك في حاجة ولا ايه؟ تقدر تعمل حاجة؟ كل ده على كوباية شاي، امال لو كنت ثبتني فلوسك. انا زعلان على حظي الزفت. اول ما قمت الصبح لقيت الميه مقطوعه، الباب خبط، لقيت بتاع البيت عايز الايجار. بكلم مراتي طلبت مني الطلاق، قلت اسيبها واطلع الشغل. رحت اوصل طلب العميل، موتوسيكل اتسرق. لا يا حاج انا عارف انك رحت الشغل طبعا من غير السكه. حاجه حلوه دلوقتي. قلت اجيب شويه سم وفكر هيطلع الشغل واخلص من حياتي. جيت شربتها. لا والله. واحد معاك. حاجة نفسك في حاجة ولا ايه؟ تقدر تعمل حاجة؟ كل ده على كوباية شاي، امال لو كنت ثبتني فلوسك. انا زعلان على حظي الزفت. اول ما قمت الصبح لقيت الميه مقطوعه، الباب خبط، لقيت بتاع البيت عايز الايجار. بكلم مراتي طلبت مني الطلاق، قلت اسيبها واطلع الشغل. رحت اوصل طلب العميل،
نزلت لقيت موتوسيكل اتسرق. لا يا حاج انا عارف انك رحت الشغل طبعا من حاجه حلوه دلوقتي. قلت اجيب شويه سم احطهم في الكوبايه بتاع الشاي واخلص من حياتي. انت جيت شربتها. ايه ده؟ لا والله. اختك كلمتك؟ ايوه، وقالت لي ان مرات ابوك حامل. ومالك متضايق كده ليه؟ مش متضايق ولا حاجه. معلش. ومالك متضايق كده ليه؟ ما هي كان لازم تحمل في يوم من الايام. مش لازم ولا حاجه. انا لما عدى 6 شهور حمل من غير حمل قلت جايز ربنا بيحبنا وما بيتخلفش، يعني ما فيش ولد يزاحمنا في الميراث. انت لسه بتفكر في الحكايه دي؟ ما عنديش حكايه اساسا اهم منها، خصوصا ان مرات ابوك دي من الصنف الحويط اللي شبع بعد جوع. طب واحنا هنعمل ايه؟ انت كده خوفتني. هو انت ما كنتش خفت لغايه دلوقتي؟ ده انا حاطط ايدي على قلبي من ساعه ابوك ما اتجوز الست دي. طب هنعمل ايه؟ احنا لازم نفكر ازاي نخلص من الموضوع ده خالص. ازاي؟ مش فاهم. انا هقولك. قول لي. فكر معايا. عينيا. ايوه، احنا نحط لها زيت على السلم، واول ما تيجي نازله تتزحلق تقع والواد يتزحلق معاها وتروح نازله سقطت. ايه ده؟ ما هو ممكن احنا كمان نتزحلق على السلم ونقع وتتكسر رقبتنا. اقول لك على حاجه؟ قول. احنا نستخبى لها في الضلمه ونخضها. لا يا عم انا بخاف من الضلمه. طب هنعمل ايه؟ نفكر. فكر. اسمع. ايوه. احنا نديها شربة ملح، هيجي لها اسهال، الواد يتزفلط ونخلص منها. يتزفلط؟ طب افرض بقى لما يجي لها اسهال اسهال؟ لا افرض جالها بقى اسهال فعلا وفضلت رايحه جايه رايحه جايه على الحمام. ما هو انا ساعات بتزنق ومش عارف ساعتها هعمل ايه. انت مش عاجبك اي حاجه انا عايز اقولها؟ فكر معايا وبطل ازازه لب. اللب ده هو اللي بيساعدني على التفكير. طب اديني بقى شويه. عينيا، خد. تصدق اللب ده جاب معايا افكار من الاخر. يا عم ما انا قلت لك اللب ده هو احسن حاجه بتخليني افكر. طب بص، احنا نقتل ابوك. ايه رايك؟ حلوه، بس استنى، واحنا مش هنتحبس لما نقتله؟ مش هنتحبس؟ طبعا هنتحبس، بس هنكون خدنا الميراث، خدنا كل حاجه. لا 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 لا، انا مش عايز اتحبس، مش عايز اتحبس. بص، احنا الاحسن نقتلها هي قبل ما تولد. واحنا كده يعني مش هنتحبس؟ لا طبعا، هي حيالله مرات ابونا. يعني مش قريبتنا اصلا. بقول لك ايه يا فهيم؟ ايه؟ انت مين سماك فهيم؟ معرفش،
وانت مين سماك زكي؟ مش عارف، بس انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. والسؤال ده عايز اقوله لك من زمان. انت ازاي يا اخويا وتخين كده واسود وكمان غبي؟ مش عارف. بقول لك ايه، طب ما تيجي نسال ابونا في الموضوع ده. ونسال ابونا ليه؟ انا شاكك في امي. وريني بطاقتك كده. وأنا عمري 4 أعوام أبي هو الأفضل. وأنا عمري 6 أعوام أبي يعرف كل الناس. وأنا عمري 10 أعوام أبي ممتاز، ولكن أخلاقه ضيقة. وأنا عمري 12 عام أبي كان لطيفا عندما كنت صغيرا. وأنا عمري 14 عام أبي بدأ يصبح حساسا جدا. وأنا عمري 16 عام أبي لا يمكن أن يتماشى مع العصر الحالي. وأنا عمري 18 عام أبي ومع مرور كل يوم يبدو كأنه أكثر عصبية. وأنا عمري 20 عام من الصعب جدا أن أسامح أبي، وأستغرب كيف استطاعت أمي أن تتحمله كل هذه السنين. وأنا عمري 25 عام أبي يعترض على كل شيء أفعله. وأنا عمري 30 عام من الصعب جدا أن أتفق مع أبي. هل يا ترى تعب جدي من أبي عندما كان شابا؟ وأنا عمري 35 عام أبي رباني في هذه الحياة مع كثير من الضوابط، ولا بد أن أفعل نفس الشيء مع أبنائي. وأنا عمري 40 عام أصبحت محتارا كيف استطاع أبي أن يربينا جميعا. وأنا عمري 45 عاما من الصعب جدا التحكم في أطفالي. كم تكبد أبي من عناء لأجل أن يربينا ويحافظ علينا. وأنا عمري 50 عاما أبي كان ذو نظرة بعيدة وخطط لعدة أشياء لنا. أبي كان مميزا، أبي كان لطيفا، أبي كان هو الأفضل، هو الأفضل. أحتاج إلى 50 عام لأعود عند النقطة الأولى عند 4 أعوام وأقول أبي هو الأفضل، أبي هو الأفضل، هو الأفضل. الو. ايوه. السلام عليكم. سلام الله وبركاته.
شرطة النجدة؟ ايوه حضرتك اتفضل. والله عندي شكوى. اتفضل، شكوتك ايه؟ والله شكوى في اللي تعبنا سنين في هواه. ماله يا فندم؟ عامل نفسه ما يعرفناش. يا سلام. الله، هي الاشاره دي بتاعت ايه؟ الاشاره ديت يعني معناها طلعت الدائري. وانتوا عارفين بقى الاشاره دي بتاعت ايه؟ دي بقى بتاع العباسيه، اللي راح العباسيه. لو سمحت، في بلطجي هنا دخل بيتي بيعكس واحده من بنات الشارع، وانا ماسك اول ما تيجي. العنوان 15 شارع عبد الحليم سليمان. ايوه، القناطر جنب كشري سعيد. مع السلامه، بسرعه الله يخليك. سيد المعلمين. بطولك يا كلب، وانا عربي. ها؟ بطل. مو بره. يلا
يلا عامل له ده حلو. يلا عامل له ده